السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة. سعيد إن أنا بصور النهاردة. وسعيد أكتر بصراحة بحبي بجد وانتمائي لليوتيوب والقناة، لأنه أنا بجد اكتشفت الأيام اللي فاتت دي الحرص الشديد على إنه أنا أنزل الفيديو، حتى الفيديو يعني لو ما جابش نسبة مشاهدة، ولكن حسيت إن حتى أصدقائي اللي معايا في القناة مثلا اللي بيتفاعلوا، العدد مش كبير أنا عارف، حتى لو قليل بنتكلم في البث المباشر او بنتكلم في القناه يعني على المنتدى او كده. بصراحه الازمات اللي حصلت لي الايام اللي فاتت دي والمشكلات اللي حصلت، عشان كده انا ما عرفتش اسجل يعني فيديوهات يعني زي الاول ولا افتح بث مباشر، ولكن اتضح لي ان الناس دي انا بحبها جدا والله العظيم على المستوى الشخصي. اي حد بيدخل عندي بيكتب لي كومنت، حتى والله اللي بينتقدني بحبه. انا ما عنديش مشكله مع اي حد. ولما بعمل فيديو على موضوع الانتقادات والحاجات دي، والله العظيم انا ما بذكرش نفسي بالموضوع ده خالص. الموضوع اصلا ما يفرقش معايا. فحابب اقول لكم وحشتوني بجد. والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم انتم. لو القناه دي كبرت وجابت نسبه مشاهده كبيره جدا يعني، فده الفضل يرجع لكم انتم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ايه الموضوع النهارده؟ موضوع النهارده يا سيدي هقول لك على سر خطير جدا. يمكن انا بالنسبه لي اكتشفت السر ده في السنه دي، في الشهور اللي فاتت الصراحه. اللي هو ايه؟ اللي هو لا تخبر احد عن احلامك. بالبلدي ما تقولش سرك لحد. طيب احنا احيانا بنحب نفضفض حلو، بنحب نبوح عن احلامنا، لكن انا هقول لك حاجه كده، خدها والله العظيم من اخ اكبر منك. من اكتر الحاجات اللي هي خلتني تقف في حياتي، ان انا كنت دايما بحكي الحاجات بتاعتي، اذا كان بالحلو ولا بالوحش. ليه؟ هتحسبها من حتة انه انت هتتحسد، اوكي مفيش مشكلة. هتحسبها من حتة انه انت ممكن الناس ما بيلتمسوش لينا الاعذار، بحيث ان احنا بنقول مثلا احنا عملنا كذا 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 كذا، يجي في وقت معين حتى لو كان خلك، احنا بشر، تختلف معاه او تختلفي معاها، يقول لك انت عملت كذا كذا. هاخدها من الحته دي برضه تمام. هتاخدها من حته الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اقضوا حوائجكم بالكتمان، تمام. لكن انا مش بتكلم بالنسبه لي انا كعبد الرحمن، مش بتكلم هنا في حته الحسد صراحه يعني. انا هنا بتكلم في حته اقضوا حوائجكم بالكتمان، اللي هي مفهومها اصلا انه بيقول لك في قاعده كده في علم النفس يعني، او مقوله يعني، بتقول ان الانسان لما يبقى عنده مشروع ولا حلم معين، ويبتدي ان هو يتكلم على حلمه، الشغف بتاعه او الطاقه بتاعته عفوا، او الطاقه بتاعته بتبتدي تقل نحو الهدف ده. ليه؟ لان هو الطاقه بتاعته كلها طلعها من خلال ما اتكلم مع اصحابه وقال لهم انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا. دي حته اقضوا حوائجكم بالكتمان. والله أعلم. في ناس بتقول لك انه انت ممكن وكل نعمه يعني محسوب، ممكن تتحسد. طب عايز تاخدها بالحته دي برضه، اوكي. برضه اللي انا عاوز الحته برضه اللي انا قلتها يعني، اقضوا حوائجكم بالكتمان دي. والحته الثانيه برضه انه احنا بشر. يعني انا كنت واحد من الناس مثلا، اذا كان بقول لك بالخير ولا بالشر، يعني انت ممكن تعمل عمل خير كبير وحاجات حلوه كتيره جدا. الناس لما تبتدي ان انت تفضفض معاهم، ممكن الناس تقلل يعني. بص يا جماعه، يعني انا عاوز اقول لكم على حاجه. يعني برضو الفيديو ده مش عاوز يتاخد في حته انه احنا ما نتكلمش مع اصدقائنا او ما نفضفضش، تمام. بس حضرتك اصلا مش مطالب ان انت تقول كل حاجه للناس. لازم يبقى في جزء كده خاص بيك، والدك يا سيدي في البيت ما يعرفوش. ده حقك يعني مش لازم كل حاجه تقولها، تمام. لو مثلا انت دلوقتي عملت ذنب معين، تمام، و... وعاهدت ربنا سبحانه وتعالى، او عاهدت ربنا سبحانه وتعالى، بقول لكم كلام والله العظيم واقعي 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 واقعي، مش بتفلسف، بقول لكم كلام حصل قدامي وحصل معايا. كنت مثلا عملت ذنب معين، مثلا يعني عملت ذنب معين او عملت ذنب معين، وابتديت خلاص ان انت تحسن علاقتك بربنا وتبدا صفحه جديده، وكلنا بنغلط. والله العظيم يا جماعه كلنا بنغلط. حلو. فضفضت لصديقك، تمام. صديقك ده مش ملاك، مش منزل، وارد ممكن في يوم من الايام يضعف،
يختلف معاك أو تختلف معاكِ، وأنت يا اللي كنت بتعمل كذا، أنتِ يا اللي كنتِ بتعملي كذا، أنتِ يا اللي كنتِ لأ، في أمور ما تقولهاش لحد، وأنت أدرى، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: أنتم أدرى بشؤون دنياكم، أنت أدرى. صدقني لمّا تجرّب الحتّة دي، أنا شغّال عليها الصراحة، لمّا تجرّب الحتّة دي خلّيك دايمًا في نوع كده في شخصيتك أو في حياتك غموض، لازم تبقى في حتّة كده غموض، مش لازم كل حد يعرف عنّك كل حاجة، ما فيش حد أصلًا متحكّم في حياتك، ما فيش حد أصلًا يجبرك على حاجة أنت مش عاوز تقولها، صدّقني هتفرق معاك، هتحس إنه أنت كده إيه، في حاجة كده سالكة معاك كده، لمّا تبتدي إن أنت مثلًا ما تقولش المرتّب بتاعك، ما تقولش طبيعة شغلك، بجد والله. طبعًا أنت في الوجه المقابل ما تحب ما تتطفّلش برضه يعني، يعني ما نبقاش مثلًا مش بنقول عن حياتنا، وأنا مش باحب النوعية دي الصراحة. بس كده، وباشكركم وباحبكم جدًا، جدًا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.